إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونبرأ من الحول والقوة إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وجاهد في الله حق جهاده ونصح لعباده وعبد الله حتى أتاه اليقين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، القرآن العظيم هو حبل الله المتين وصراطه المستقيم، من تركه تجبر قسمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله، وهو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا يمل منه العلماء، وهو الذي سماه الله شفاء لما في الصدور وهدى ورحمة المؤمنين. من تمسك به سعيد ونجا وأفلح، ومن عرض عنه خسر وخاب وخسر. وخير الهدي أي أفضل الطرق إلى الله تعالى في العقائد والعبادات والأخلاق والأحكام هدي محمد صلى الله عليه وسلم، الطريقة التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقناهم ماء غدقا. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. ولن يخلف الله وعده ولكن الناس يخلفون ويبدلون. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. هم غيروا فغير الله عليهم، وبدلوا فبدل الله أمنهم خوفا وسعادتهم شقاء وهداهم ضلالا. وشر الأمور في الدين محدثاتها، أي البدع التي لم تكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وزادها الجهال لجهلهم بسنة الرسول، فإنه لا يزاد إلا في الناقص. ودين الله قد أكمله الله في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. كونوا مع الصادقين في دينهم، في عقيدتهم، في أعمالهم، في أمور دينهم، في أمور دنياهم، في جهادهم في سبيل الله. والصادقون هم أهل الكتاب والسنة الذين يتبعون كتاب الله وسنة رسوله، وغيرهم كاذبون. وقال الله تعالى مخاطبا للرجال والنساء جميعا: إن المسلمين والمسلمات، والمسلم هو الذي يقبل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يرد منه شيئا في الظاهر. والمؤمن هو الذي يقبله ظاهرا وباطنا بقلبه ولسانه وعمله. والمؤمنين والمؤمنات صادقين وصادقات. الصادقون والصادقات هم الذين لا يزيدون في دين الله ولا ينقصون، هم الذين يتلقون ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم بغاية الفرح والسرور والتصديق والعمل. الخاشعين والخاشعات
الذين يخشعون في صلاتهم، وإذا سمعوا كتاب الله قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. الخاشعين والخاشعات، الصابرين والصابرات، الصادقين والصادقات، المتصدقين والمتصدقات، والصائمين والصائمات، والحافظين فروجهم والحافظات، والذاكرين الله كثير والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. فالله سبحانه وتعالى سوى بين الرجال والنساء في الحقوق والواجبات مع اختصاص كل جنس بما يخصه من الشرائع كالحيض مثلا والنفاس وما أشبه ذلك. فكل من صدق الله تعالى من الرجال والنساء فإن الله تعالى يكرمه ويعزه وينصره في الدنيا، ويجعل له يوم القيامة حجة وبرهانا معه، ويظلهم الله في ظله ولا ظل إلا ظله. وقال تعالى: والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. الذي جاء بالصدق هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصدق به أبو بكر ومن بعده من الرجال إلى يوم القيامة، أولئك هم المتقون. وقال تعالى: فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. فالصدق هو سبيل النجاة، والكذب ضده سبيل الشقاء وسبيل الهلاك. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي البر أي الإحسان، وإن البر يهدي الجنة أي يوصل الجنة، وإن الرجل أو المرأة لا يتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. ما يزال يصدق الله ويصدق مع الناس حتى يكتب من الصديقين. والصديقون مرتبة عالية ما بعدها إلا مرتبة الأنبياء، فمع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين أعلى درجات قبل النبوة الصديقين. وعن الحسن بن علي رضي الله عنهما سبط النبي صلى الله عليه وسلم وريحانته من الدنيا قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فإن الصدق طمأنينة والكذب ريبة. ترك ما فيه شك إلى ما لا شك فيه. الصدق لا يطمئن بالقلوب، والكذب الذي ترتاب فيه القلوب وتشك فيه ولا تصدقه. وعن أبي سفيان صخر بن حرب في حديثه الطويل مع هرقل ملك اليونان الروم في الشام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى هرقل ملك اليونان المسؤول عن الشام من بلاد العرب، قال: من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم، أما بعد أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين، أي أجر الدين الأول وهو اتباع المسيح عليه السلام، والدين الثاني وهو اتباع محمد عليه الصلاة والسلام. فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين أي الفلاحين وأصحاب الحرف الذين لا يبلغهم هذا الكتاب، فأنت تأخذ إثمك وإثمهم. ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، لا نشرك به شيئا أبدا كيفما يكون من المخلوقين والمخلوقات، ولا يتخذ بعضنا بعضا أرباب من دون الله. لا يتخذ الناس بنو آدم بعضهم بعض أرباب من دون الله، فإن الله رب العالمين، والمخلوقون كلهم عبيده، ملائكتهم وأنبياؤهم وصالحوهم وعصاتهم وكفارهم كلهم عبيد الله. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. فإن تولوا أبوا
فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون، أي موحدون لله مؤمنون بجميع رسل الله. في حديثه الطويل مع هرقل قال هرقل لأبي سفيان حين جاءه كتاب النبي صلى الله عليه وسلم وبحث من هناك من العرب، فوجد جماعة منهم أبو سفيان الذي هو في ذاك الزمان أكبر عدو للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو قائد المشركين في الحروب كلها. فسأله أسئلة كثيرة، منها قوله: ماذا يأمركم هذا الذي زعم أنه نبي؟ قال: يقول: اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. كيفما كان ذلك الشيء، لا ملك ولا نبي ولا صالح ولا تمثال صالح ولا قبة صالح ولا غير ذلك. واتركوا ما يقول آباؤكم، واتركوا الشرك، فإن من تمسك بالشرك لا تصح له عبادة حتى يترك الشرك ويطهر قلبه منه. فمن يكفر الطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. قبل كل شيء يكفر الإنسان بكل الشرك، بكل من عبد من دون الله، بكل ما عبد من دون الله. حينئذ يتنظف الإناء ويحل فيه النور. وإذا بقي مستخر بالشرك لا يدخله التوحيد أبدا. واتركوا ما يقول آباؤكم. ويأمرنا بالصلاة. أول شيء نقله رجل لا يؤمن بالرسول في ذاك الزمان أنه هو أول ما يدعو للصلاة والصدق، وثاني الصدق والعفاف. تعفف يعفف الإنسان ببطنه وفرجه عن المحرمات والمشتبهات وما في شك، ولا يأكل إلا الحلال، ولا ينكح إلا الحلال الخالص الذي لا شك فيه. والصدق والعفاف والصلة، صلة الأرحام. فهذه قواعد 4: الصلاة التي لا يصح إلا بها، ولا يكون المسلم مسلم إلا بها. والصدق الذي هو أيضا لا يكون المسلم مسلم إلا بالصدق. والعفاف وهو تطيب اللقمة وأكل الحلال، والعمل الصحيح الذي لا ريبة فيه ولا شك. وصلة الأرحام إحسان إلى الأقارب إذا كانوا في حاجة للإحسان، ولو كانوا كفارا. فصلة الرحم ينبغي الإنسان يصل رحمه ولو كانوا كافرين، لكن يظهر لهم أنه ساخط على كفرهم. وأما الإحسان إليهم إذا احتاجوا فلا يمنع كفرهم من ذلك. عن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما قالت: جاءتني أمي راغبة، فقلت: يا رسول الله، إن أمي جاءتني راغبة وهي كافرة، فأصل أمي. قال: اصلي أمك، أي احسني إليها. وعن سهيل بن حنيف رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سأل الله الشهادة، أي الموت في المعركة، شهيدا بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. الذي علم الله منه الصدق قال: يا رب ارزقني الشهادة، أي الموت في سبيلك في الجهاد في القتال. الله تعالى يبلغه مقامات الشهداء ولو مات على فراشه بلا قتال. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غزا نبي من الأنبياء، أي خرج نبي من الأنبياء السابقين للجهاد في سبيل الله، لجهاد أعداء الله كفار أعداء الإسلام. غزا نبي من الأنبياء فدنا من القرية، أي من القرية من مدينة الكفار الأعداء، صلاة العصر أو قريب من ذلك. فقال للشمس: إنك مأمورة وأنا مأمور. وهو يوشع بن نون الذي هو خليفة موسى عليه السلام. قال للشمس: إنك مأمورة وأنا مأمور، اللهم احبسها علينا. فحبس الله الشمس حتى تغلب على أعدائه. اللهم احبسها علينا، فحبسها الله تعالى حتى أتم القتال وفتح القرية أي المدينة وغلب أعداءه.
فجمع الغنائم، وكانت شريعتهم تقتضي من الله تعالى أنهم يحرقون الغنائم ولا ينتفعون منها بشيء أبدا. فالغنائم ما أحلها الله إلا لهذه الأمة المحمدية كما سيأتي في آخر الحديث. فجاءت النار ولكنها لم تأكلها، فعرف أنهم أخفوا شيئا، ما جاءوا بكل شيء، فقال إن فيكم الغلول يا أيها الجيش، بعضكم غل أي سرق من الغنائم وأخفاه، إن فيكم الغلول فليبايعني من كل قبيلة رجل، كل قبيلة يجي واحد منها يبايعني ويضع يده في يدي، فلازقت يد رجل منهم، واحد منهم لصقت يده على يد النبي، فقال فيكم الغلول أي في قبيلتك أنت، فليبايعني رجال قبيلتك، فبايعوه فلازقت يد رجلين أو ثلاثة، لصقت يدين اثنين أو ثلاثة شك الراوي، فقال فيكم الغلول، أنتم أصحاب الغلول، أنتم اللي سرقتم الغنيمة، لكن النار ما بغت تأكلها، فجاءوا بمثل رأس البقرة من ذهب، مثل رأس البقرة من ذهب، فوضعوه ووضعه في الغنم، فجاءت النار فأكلتها. هذه علامة على قبول الله تعالى جهادهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم فلم يبح الله الغنائم لأحد قبلنا، ولكن علم الله ضعفنا وعجزنا فأباحها لنا. فهذا من لطف الله سبحانه وتعالى وفضله بهذه الأمة المرحومة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بكتابه وبما جاء به رسول الكريم، وأن ينجينا وإياكم من عذابه، واجعل من الآمنين، وأن يوفقنا لتلقي هذا الكتاب والسنة بغاية السرور والفلاح والعمل والصدق والإخلاص. نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم، وأجرنا جميعا من عذاب المهين، وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصل اللهم على عبدك ورسولك المصطفى وعلى آله وأصحابه أهل الصفاء والوفاء، خصوصا الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين أبا بكر وعمر وعثمان وعلي، وآل بيت نبيك الطيبين الطاهرين، وسلم تسليما. عن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. البائع والمشتري كل واحد راه مختار، ما يلزمها البيع ولا يلزم هذا الشراء إلا بالتفرق من المكان، تفرق المجلس، ما دام في المجلس الذي وقع فيه البيع هو مختار، كل واحد مختار. وقد اختلف الفقهاء في هذا، فجمهورهم عملوا بهذا الحديث وقالوا بخيار المجلس، وقال بعضهم بأنه الافتراق بالكلام، وهذا خطأ كبير. البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن بينا وصدقا بورك لهما في بيعهما. إذا البايع بين إذا كان فيه نقص ولا شيء في ذاك المبيع اللي باعله، وصدق وما كذب عليه ولا غش، وكذلك المشتري لا غش البائع، فإن بينا وصدقا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. فكل تجارة يكون فيه الكذب فلا بركة فيها، كل تجارة بيع أو شراء يكون فيه الصدق فإن الله يبارك للبائع ويبارك للمشتري، وإذا كان فيه الكذب فلا يبارك الله لأحد منهما. فلا نستغرب إذا رأينا التجارة في هذا الزمان لا بركة فيها، لأن يغلب عليها الغش والكتمان والكذب. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم للصدق.
ونسأله باسماء الحسنى وصفاته العليا أن يوفق ويسدد ويبارك في ملكنا الحسن الثاني، ويوفقه إلى إحياء سنن جده المصطفى، وإلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإلى إعلاء دين الله وشريعة الله كما كان أسلافه الطاهرون، وأن يبارك في ولي عهده وفي أهل بيته. ونسأله سبحانه وتعالى أن ينصر جميع رؤساء المسلمين وأمرائهم الذين يريدون نصر الله ورسوله، الذين يريدون نصر الإسلام ويصدقون ويفتحون. اللهم انصر من نصر الإسلام واجعلنا منهم، واخذلنا خذل الإسلام ولا جعلنا منهم. اللهم لا تجعلنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا عيب إلا سترته، ولا دين إلا أديته، ولا مريض إلا شافيته وعافيته، ولا مسلم إلا سرحته، ولا طالب حاجة من حاجات الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها بيسر منك يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.